هو مجدي اللي كان أناني ولا دينا؟ مجدي كان أناني بس بطريقته. أناني لأنه حب نفسه، بس حب نفسه في الصورة اللي هو مرتاح فيها، وإن هو كان مستسلم للوضع اللي هو فيه ومش عايز يواجه ولا إن هو يتغير. وده قمة الأنانية اللي في الدنيا. بس دي مش أنانية طمع، دي أنانية خوف. وبرضه إن مجدي لما كان أناني ما كانش بيأذي حد بأنانيته دي، لأنه ما كانش بيأذي غير نفسه. حتى لما كذب على دينا وقال لها إنه عادل ابن خالة مجدي، هو كذب هنا عشان مش عايز يخسر دينا. أما بقى عن دينا فهي كانت أنانية برضه، بس على طريقتها هي. أنانية بتدور على الإنسان اللي يتقال عليه الشخص المثالي، وإن هي كانت عايزة مجدي يبقى الصورة اللي في دماغها بس مش القلب اللي حبها بجد. وده بان أكتر في آخر مشهد، إن أول مجدي ما خس وكل حاجة فيه اتغيرت، هي كانت عايزاه يفضل معاها. والفرق الحقيقي هنا ما بينهم إن مجدي خد القرار، وقرر إن هو يواجه نفسه ويكسر خوفه ويشيل التراب اللي على جسمه وأفكاره. أما دينا استنت التغيير ده يحصل عشان ترجع تحس بحبها القديم، حب الطفولة. فالإجابة هنا عن مجدي أناني ولا دينا، فالحقيقة اللي أناني هنا أكتر هو مجدي، لأنه رفض إنه يواجه نفسه، وحتى إنه حاول يقرب من الواقع شوية، وما قدرش يفهم إن دينا كانت أكيد هترفضه لأن هي ما كانتش شايفاه أصلا. أما عن دينا فأنانيتها كانت مختلفة شوية. أنانيتها كانت مرتبطة بصورة الحب نفسه، مش بمجدي كشخص. يعني دينا كانت أنانيتها إن هي تبص للغلاف، يعني أنا أقصده هنا إن هي بتبص للناس على الشكل والمظهر، مش شخصية الإنسان اللي قدامها.